الموضوع بالنسبه لنا بيكون مبهم، لان شركه الشحن اصلا بالنسبه ليك هي مبهمه. يعني باختصار المورد لو ما ردش عليك وقفل تليفونه الموضوع بالنسبه لك انتهى. روح بقى خرج شحنتك، ده لو عرفت تخرجها اساسا. اوعى تستورد بضاعتك دور تو دور قبل ما تفهم الكارثه دي. ناس كتير فاكره ان الدور تو دور هو الطريقه الامنه 100% وانك اسهل حاجه تشحن بيها، ولكن الخازوق اللي ما تعرفوش ان الدور تو دور احيانا بيكون اخطر بكتير من جميع انواع الشحن. وفي ناس كتير شحناتها اتحجزت في الجمارك ومش عارفين يخرجوها لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي، بسبب انه ما يعرفش اصلا شركه الشحن ولا مين اللي شاحن له. اي حد جديد بيدخل الاستيراد بيستورد غالبا بنسبه 100% دور تو دور، وده لان المورد نفسه بيحاول يقنعه ان الدور تو دور ده اسهل حاجه، وانك هتريح راسك، وان بضاعتك هتخرج من مصنع عندي تيجي لك لحد باب مكتبك او مصنعك وانت قاعد مرتاح وما تشيلش هم اي حاجه. من كتر الضغط عليك والكلام والوصف للموضوع في الشحن تحس انه جدا بسيط، ولكن الموضوع معقد جدا وفي تفاصيل لازم تفهمها عشان تعرف الشحن بيوصل لك ازاي. اول حاجه خلينا نشرح يعني ايه دور تو دور. دور تو دور باختصار الموضوع هو نوع من انواع الشحن. المورد بيتحمل الشحن والتخليص الجمركي وتوصيل البضاعه داخل دولتك لحد باب مكتبك او مصنعك، فبالتالي الموضوع تشوف ان هو جدا سهل وسلس، ولكن في صعوبه وخوازيق كتير داخل الموضوع. واول مشكله بتقابلك انك مش عارف ثمن الشحن الحقيقي. يجي المورد يقول لك انت عندك مثلا 100 كيلو، هشحن لك ال 100 كيلو دول ب 4000 دولار لحد ما البضاعه توصل لك. انت فعليا مش عارف قيمه الشحن كام، ولا تخليص الجمركي كام، ولا نقل البضاعه الداخلي في بلدك او النقل من الصين كام، ما تعرفش اي تفاصيل. انت بالنسبه لك المنتج هتدفع 4000 دولار في 100 كيلو هتجي لك البضاعه لحد عندك، شحنتها كام، تقسيمتها كام، توصل بايه، ما تعرفش اي تفاصيل. وهو ده الخوازيق اللي بتكون في الدور تو دور اللي محدش بيعرفها. عشان كده وارد جدا ممكن يكون المورد اصلا بيكسب منك في الشحن الضعف او الضعفين من ثمن المنتج نفسه. يعني ممكن في بعض الموردين بيعمل حركه ذكيه، يديك سعر المنتج رخيص جدا بشرط انه يقنعك قبلها انه هيشحن لك دور تو دور عشان يعوض الفرق والمكسب بتاعه في الشحن نفسه، لان الدور تو دور في حاجات كتير مخفيه. تاني مشكله بتواجهك ان المورد بيحاول بقدر الامكان انه ينتقي وينقي ارخص شركات شحن عشان يعوض الفرق بتاعه ويكسب منك في الشحن زياده. بيجيب لك شركات مجهوله المصدر، فبالتالي هتلاقي مشاكل كتير. الشحنه هتتاخر، مفيش تراكنج واضح للشحنه، ما تعرفش تتبعها تشوف الشحنه وصلت فين، اي مينا خرجت ولا ما خرجتش، اتعمل لها كاستوم ريليزد ولا لسه، ما تعرفش اي حاجه عن الشحنه. الموضوع بالنسبه لنا بيكون مبهم لان شركه الشحن اصلا بالنسبه ليك هي مبهمه. والمشكله الاكبر ان لو حصل اي حاجه في الشحن في الجمارك انت مش عارف هتتواصل مع مين ومين شركه الشحن، انت كلامك كله مع المورد. يعني باختصار المورد لو ما ردش عليك وقفل تليفونه الموضوع بالنسبه لك انتهى. روح بقى خرج شحنتك، ده لو عرفت تخرجها اساسا. والطريقه الثالثه بقى ودي اللي بتخسر بسببها فلوس كتير، ان في بعض شركات الشحن بتعمل ورق مضروب للشحنه في التخليص الجمركي. يعني مثلا انا حصل معايا مشكله قبل كده وخسرت فلوس كتير في شحنه بسبب ان انا كنت جايب ليكويد حاجات سائله وشحنها طيران، وطبعا معروف ان الليكويد بيكون فيه مشكله شويه في التخليص الجمركي وسعر الكيلو بتاعه في الشحن اعلى من الحاجات العاديه. شركه الشحن عملت ايه والمورد ده اللي فهمته بعدين؟ حط لي في الورق ان الشحنه دي مش حاجه سائله، حط لي في الورق انها مواد عاديه بلاستيكيه، مواد خام. فطبعا الجمارك بتعمل ايه؟ لما بتشوف الورق بتفتح عينات عشوائيه، بتشوف فعلا هي مطابقه للورق اللي موجود فيه ولا مختلف. فتحوا العينات لقوا حاجات ليكويد، طبعا خدوها على جنب واتحجزت الشحنه. ولحد يومنا ده انا ما اعرفش اي حاجه عن الشحنه، وكان مبلغ بالنسبه لي وقتها كان كبير جدا، 4000 دولار. مبلغ قطم ظهري في الاول، ولكن ما حدش بيتعلم ببلاش. وده بعد كده اللي فهمته ان الدور تو دور ممكن يكون من اخطر الحاجات عليك. طب يجي واحد ويقول لي هل الدور تو دور سيء وما استخدموش؟ بالعكس، بالنسبه ليك كمبتدئ الدور تو دور مريح جدا وسهل، ولكن وحط تحت لكن 100 خط ان لازم شركه الشحن تكون موثوقه ومعروفه، ولازم انك تكون عارف المورد وتعاملت معاه اكتر من مره او اتنين، ولازم تكون شركه الشحن ليها مقر وليها موقع رسمي فيه تراكنج نمبر تتبع الشحنات. الحاجات دي كلها لو موجوده توكل على الله واشحن دور تو دور، هيكون امان بالنسبه لك وهتريح راسك في حاجات كتير، خصوصا لو انت مبتدئ. انا شخصيا بشوف الدور تو دور ممتاز جدا للمبتدئين، ولكن الغلط ان في ناس بتستخدمه بشكل اعمى وهو مش فاهم اي حاجه. تابعني لو عاوز تعرف كل حاجه عن الاستيراد من الصين وتتجنب الغلطات اللي انا شخصيا وقعت فيها، واعمل لايك وشير للفيديو لو استفدت.